لما بننام المخ بيمر بعمليات معقدة ومثيرة جدا اللي بتكون أساسية لصحتنا العامة. النوم مش مجرد فترة راحة سلبية، ده فترة نشطة بيقوم فيها المخ بوظائف حيوية بتساعد على صحتنا الجسدية والنفسية. أثناء النوم المخ بيدخل في مراحل مختلفة بتنقسم أساساً لنوم بدون حركة العين السريعة ونوم حركة العين السريعة. نوم بدون حركة العين السريعة بيتكون من 3 مراحل. الأولى هي أخف مرحلة بننتقل فيها من اليقظة للنوم. التانية مرحلة أعمق بيبطأ فيها معدل ضربات القلب وبتنخفض درجة حرارة الجسم. التالتة اللي بنسميها النوم العميق أو نوم الموجات البطيئة هي المرحلة الأكثر استعادة. هنا المخ بيقوي الذكريات، بيعالج المعلومات، وبيشيل السموم اللي اتراكمت خلال اليوم. نوم حركة العين السريعة هو المرحلة اللي بيحصل فيها معظم الأحلام. أثناء المرحلة دي نشاط المخ بيشبه نشاطه وقت اليقظة، لكن عضلاتنا بتكون مشلولة مؤقتا عشان تمنعنا من تمثيل الأحلام. المرحلة دي مهمة لوظائف الإدراك زي التعلم، الإبداع، وتنظيم العواطف. نوم حركة العين السريعة كمان بيساعد في معالجة وتثبيت الذكريات العاطفية، وعلشان كده مرتبط بتحسين المزاج والصحة النفسية. النوم كمان مهم جدا لجهاز الجليمفاتيك في المخ اللي بيشيل فضلات الجهاز العصبي المركزي. أثناء النوم، خاصة أثناء النوم العميق، المسافات بين خلايا المخ بتوسع، وده بيسمح للسائل النخاعي بالتدفق بحرية أكتر ويغسل المواد الضارة زي البيتا أميلويد، بروتين مرتبط بمرض الزهايمر. باختصار، النوم عملية ديناميكية بتلعب دور حيوي في الحفاظ على صحة المخ. بتشمل مراحل بتسهل تثبيت الذكريات، تنظيم العواطف، إزالة السموم، ووظائف الإدراك العامة. من غير نوم كافي مخنا مش هيقدر يقوم بالوظائف الأساسية دي، وده بيؤدي لضعف في الذاكرة، نقص في الوضوح الذهني، وزيادة في احتمالية المشاكل النفسية. عشان كده ضمان نوم كافي وجودة عالية ضروري لصحتنا الجسدية والنفسية. شكرا على المشاهدة. ناموا كويس وخلي بالكم من مخكم.